يا ليلة العيد انستينا. طب اتأنسنا ازاي واحنا لسه ما عملناش الكحك؟ عايزه اقول لكم النهارده هنعمل مع بعض كحك خطير، محشي بقى عين جمل وملبن، يعني تحفه. كحك على البارد والسخن الاتنين مع بعض. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا هتاكلوا احلى كحك في البيت، ريحه وطعم وحاجه كده فوق الخيال. يلا بسم الله نبدا مع بعض. طبعا عشان نعمل اي نوع نواعم، مثلا كحك عيد، بسكوت، بتيفور، غريبه، لازم نستخدم ميزان. بلاش نستخدم كوبايات او نستخدم كده بالبركه، لا لازم نستخدم ميزان. انا هنا استخدمت الميزان. جبت الكسرولة اللي انا هسيح فيها السمنه، انا هسيح السمنه مش هقدحها، ومش هستخدم السمنه بقى على البارد، يعني انا هستخدمها ما بين البنين. بمعنى ان انا هسيح سمنتي مش هقدحها، وفي نفس الوقت استفدت بتسييحها واستفدت كمان بريحتها. طيب علشان برضو ايه ما تحرقش المعده، لان عايزه اقول لكم ان الكحك على المقدوح اللي هو بتاع زمان ده كنت تاكلي الواحده تلاقي بصي نار قادت في معدتك. لكن احنا النهارده هنعمله بطريقه سهله قوي قوي وبسيطه، وان شاء الله تكون صحيه لحد ما. المهم انا هسيح كده 500 جرام من السمنه. وكمان وزنت الدقيق، هستخدم كيلو من الدقيق. وطبعا لو انتوا عايزين تضاعفوا الكميه فضاعفوا بقى الكميه، يعني 2 كيلو من الدقيق عليهم كيلو من السمنه. لكن خلينا نشتغل بمقدار الكيلو. فانا هنا ضفت كيلو من الدقيق في العجان او في اي طبق او اي بوله عندك. وهنا حطيت رشه كده من الملح، ونزلت بمعلقتين من اللبن البودره. الله، لا اللبن بودره، ايوه لبن بودره، هقول لكم ليه دلوقتي. ونزلت بالسمنه اللي انا سيحتها زي ما انتم شايفين كده، مش قادحه خالص ولا اي حاجه، انا سيحتها. وطبعا معلقتين من السمسم حمصتهم كده في الطاسه، ونزلت على السمنه وعلى الدقيق واللبن البودره ورشه الملح، واقلب كل ده مع بعضه. قبل ما بعمل كل ده لازم ان انا بكون محضره الخميره. وقيت الخميره يعني معلقه كبيره كده من الخميره الفوريه او الخميره اللي هي البيره. وببدا ان انا احط كده فيها يعني اصغر كوبايه ميه عندك استخدميها. املي كده الكوبايه مع كوبايه ميه يعني مغليه سخنه، او مش يعني ما تكونش سخنه برضو، تكون دافيه قوي، يعني حاجه بسيطه. وتبداي ان انت تحطي فيها معلقه من السكر ومعلقه من الخميره وتقلبيهم مع بعض، وسيبيهم بقى يختمروا كده على جنب. وتعالي بقى ايه نحضر الكحك بقى. ببدا ان انا ابس كده السمنه مع الدقيق. بنبس يا جماعه، مش بنعجن خالص، احنا بنبس لحد ما نلاقي كل السمنه اختلطت كده في الدقيق او مع الدقيق، وما يبقاش فيه اي اثر خالص للدقيق ولا للسمنه. بس كويس قوي لحد ما خلاص زي ما بقول لكم نتاكد 100% ان احنا بسينا الدقيق مع السمنه. خطوه بقى الخميره، واحنا بنضيف الخميره على السمنه على الدقيق او على الكحك. مش هنقلب غير تقلبتين بس، بحيث ان الخميره او الميه اللي احنا ضفناها اختفت تماما مع الدقيق. يعني مش عايزين ان احنا نعجن، لان عشان العجينه ما تنشفش مننا خالص. تعالوا بقى ايه نتاكد كده ان احنا عجينتنا تمام قبل ما نسيبها ترتاح. احنا العجينه بنسيبها ترتاح حوالي نص ساعه لو احنا في البرد. لو احنا في الحر، لو احنا في البرد بنسيبها ترتاح كده مثلا بتاع ساعه او حاجه. المهم ان انا ببدا ان انا اكور واحده كده واشوفها، لو هي بتشق معايا تشقق يعني قوي، فده بضيف له معلقه من السمنه. لو مش بتشقق فخلاص كده عجينتي زي الفل. لو شققت حاجات بسيطه فده بس من ضغطه صبعك وانت بتختبري العجينه. المهم عجينتنا هنبدا ان احنا نسيبها ترتاح زي ما بقول لكم، وهنجيب بقى الحشوات بتاعتنا عجميه، عجوه، ملبن، اي حاجه. انا حشيت الحقيقه عين جمل بملبن، ده افضل حشوه انا بفضلها. ونقشي بقى براحتك، يعني كحك العيد لازم ننقشه. محدش يقول لي اعملوا بصامه، لا لا لا، سيبوا البصامه دي على جنب، خلوها للمحلات والمصانع. احنا خلونا احنا ايه نقش البيت ده او الكحك بتاع البيت ما فيش احسن منه. فانقشوا كده، انقشوا بقى الشكل اللي انتوا عايزينه، ودخلوا الصواني بتاعتكم بتاعت الكحك الحلو ده على اعلى درجه، علشان احنا حاطين ملبن او حاطين حشوه، فلازم يكون على اعلى درجه في الفرن في الرف الوسطاني. بعد كده بنشغل الشوايه من فوق لو اللون بتاع الكحك يعني ما احمرش معاكي قوي، وعلى حسب بقى انت بتحبي احمر شويه ولا لا. المهم بسيبه بقى يبرد خالص لما بيخرج من الفرن. وعايزه اقول لكم برش عليه سكر البودره وبيكون في حته تانية. جربوا بس الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم جدا. بالمناسبه انا نسيت اقول لكم ان انا استخدمت سمنه فلاحي، فعشان كده ما استخدمتش ريحه الكحك ولا محلب ولا اي حاجه خالص. انا استخدمت سمنه فلاحي بيوري من عندي، فده مديني طعم سمنه فلاحي رهيب. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامه.